مساء الخير. قضية غزل سلمان شغلت الرأي العام بالساعات الأخيرة، وكثير من التحريض كان عم بيكون ضده على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المستخدمين على خلفية فويس مسج كانت هي باعثته كردة فعل بحسب ما أوضحت لنا باتصال. يعني بالإضافة للأمر الأكثر أهمية، فصله النهائي من جامعته ومنعه من تحصيله العلمي بسبب هاي الأحداث الأخيرة. فنحن اليوم لحتى نستوضح أكثر ونعرف حول تفاصيل الشيء اللي عم بيصير مع غزال سلمان، عم نستضيفه لحتى نسمع لإله ونشوف شو في عنده. مساء الخير يا غزل. أهلين أستاذ مسنون. طيب غزل، خليني أبدأ معك من مسألة الفويس مسج اللي أنت باعثتيها وعم يتناقلوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعم نشوف إنه صار في كثير تكرار لفويسات أخرى على الأرجح هي مفبركة صحيح. بهدف ممكن التحريض أو زيادة تأجيج الرأي العام ضدك. مين هدول وشو بدهم منك وليش عم بيحرضوا عليكي أنت بالتحديد؟ أول شيء أسأل الله يسعد أوقاتكم يا رب. بس القصة وما فيها، الفويس هو عبارة إنه بس عن إنه عن حالة ردة فعل، على خلاف شخصي. البنت اجت عم تشتم طائفتي، فأنا بس رديت عليها. وباقي الفيديوهات اللي عم يحكوا إنه أنا عم قول على بشار وما بشار ومن الحكي هذا، هي عبارة كلها عن فيديوهات متفبركة وكتير تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي. بس كلياتها هي عبارة عن فيديوهات وفويسات غير صحيحة ومفبركة بالكامل. بس الفويس اللي انتشر أنا كان على خلاف فقط بيني وبين الصبية. هي سبت على طائفتي وأنا بس رديت لها. كان على خلاف كتير شخصي وما مستاهل إنه أنا أنفصل من جامعتي من حلم حياتي. هيك خلاف، يعني الإنسان بين أخو وأخو أحيانا بيسبوا لبعض. صح ولا لا؟ نعم، أكيد ما طبعا. ذلك. هو هذا السبب الأساسي اللي بخليني أنا أتواصل معك وأخذ وجهة نظرك، لأنه بحسب بيان الجامعة بعد التحريض الأخير اللي صار ضدك على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا بأنه سبب فصلك من تحصيلك العلمي هو هذا الفويس مسج اللي أنت باعتيه، وهو شيء شخصي يعني صاير بينك وبين هاي البنت. فاللي سربه للعام هو اللي لازم يتحمل المسؤولية على فكرة، لأنه المشكلة بتصير بالإشهار قبل ما أنها تكون بردة الفعل اللي أنت ارتكبتيها. وخاصة أنه يعني ردة فعلك هاي كانت بعد المجازر اللي ارتكبت بالساحل. وأي إنسان طبيعي، أي إنسان متوازن معتدل، من حقه أنه يغضب لهي الدماء اللي سفكت والأرواح التي أزهقت في الساحل أو حتى بسويدة أو بأي جريمة أخرى بترتكب إن كان بسوريا أو أي مكان ثاني من العالم. ف فأنا طبعا ماني موجود لحتى أبرر لك، أنا موجود لحتى أسمع منك. فإذا بمسألة هل فإذا بمسألة فصلك من الجامعة، يعني أنا فيني أفهم منك أنك أنت بتستنكري هذا القرار اللي صدر من الجامعة لأنه قرار مبني على أساس خاطئ، ما هيك؟ صحيح، هو قرار كتير خاطئ لأنه هو كان الخلاف بيني وبين بنت، والبنت سبت عدينة فأنا بس رديت لها. والخلاف بيصير بين أي شخصين، يعني بيصير آلاف الخلافات. إذا عايز خلاف عم منفصل فكارثي. في كتير من الشتائم اللي هي لازم يحاسبوا عليها، وكتير من الخطابات الطائفية اللي عم تصير، وكله تقريبا منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا من فويس كتير صغير وصار على خلاف شخصي بيني وبين زميلتي، انفصلت منها للجامعة. يعني في كتير إعلاميين ومؤثرين عم يشتموا للطوائف علنا، والطلاب كتير هجموا على الطلاب علنا. الطلاب ما تحاسبوا، ليش ما اجوا غير علي انا؟ شو السبب؟ يعني من هالفويس الصغير عملتوا لي اياه فصل جامعة طيب. نهائي، لو طيب. توقيف لسنة او سنتين، فصل نهائي من الجامعة. طيب غزل، أنا سؤالي لك، مين اللي بادر بالشتيمة، أنت أو البنت هي؟ البنت البنت معك إثبات البنت بهذا الشيء؟ فويس لهالشيء هذا. تمام. هلا أنا بس بدي ضوي على نقطة ثانية أنت حكيتي عنها كثير مهمة، مسألة أنه عم يزعموا ويدعوا ارتباطك بفلول أو بعناصر من النظام السابق. شو بتحكي مهم. بهذا الموضوع؟ يعني مستحيل بنت عمرها 19 سنة، ممكن أنت حتى وقت اللي وقعت أحداث الساحل السابقة يمكن كنت دوبك عم بتخلصي بكالوريا وعم بتحضري للجامعة وكذا. فالموضوع يعني غير منطقي.
غير قابل صحيح. للتصديق. شو بتحكي حوله؟ هلا هن على ارتباطي انه انا ببشار وجماعته وفلول وما فلول. فلول افي بالساحل ما في اي فلول. الفلول كلهم برات البلد، ضبوا حملوا مصرياتهم وحملوا حالهم وطلعوا برات البلد. هذا اللي صار بالحرف الواحد. فانا كبنت عمري 19 سنه، الازمه كانت مبلشه كان عمري 4 سنين على الضبط. يعني انا لا بفهم السياسه ولا بفهم مين قام على مين ولا بفهم مين ضرب مين ولا مين حرض لمين. بس انا يلي صار وحرك موقفي المجازر اللي صار بالساحل. وانا صرت احكي على هالشيء هذا لا بخطاب طائفي ولا شطمة طائفه، بس هن يلي عم يتعدوا علي وعم يسبوا على ديني. فانا بس رديت شتيمه لا اكثر ولا اقل. بس انه انا ارتباطي بنظام بشار او بالفلول، الفلول اصلا برات البلد ما ننهم لا شهداء الساحل ولا الساحل ولا كلهم على بعض مو شايفيني، مو متذكريننا اصلا. فانا بنكر انه انا بنت عمري 19 سنه شو لي علاقه فيهم؟ انا بدي فلول شو لي علاقه انا؟ طيب يا غزل، في إلك مقطع فيديو طالعة فيه مثل سلاحف النينجا ملثمة وكذا شو هاد؟ الفيديو هذا كان بالملتم، أنا حكيت فيه ردا على مجازر الساحل. لما صرنا ندافع عن شهداء الساحل ومجازر الساحل، هون لما أنا طلعت وحكيت فيه إنه نحن بهاليوم هذا طلعنا وحكينا ودافعنا عن شهداء الساحل. وأنا تمام. اتلتمت بس أصلا حالي لا أكثر ولا أقل بحكم إني سوريا بس. صحيح. وبحكم أنك موجودة بسوريا، لأنه أغلب الناس اللي استنكروا مجازر الساحل وكذا فعلا تعرضوا لكثير من الشتائم، كثير من التحريض، خاصة اللي موجودين بداخل البلد. صح. فإذا موضوع اللثام وهذا الفيديو ما له أي اتصال باتصالك أنت مع أي حدا، ولكن هو كان ردة فعل على مجازر الساحل صح. مثل ما أنت عم تتفضل. طيب هلا في عندي نقطة كثير مهمة، تداعيات الشيء اللي عم بيصير هلا والتحريض اللي عم بيصير ضدك. أنت كبنت عمرك 19 سنة بمقتبل العمر ولسه عم تبني مستقبلك، أكيد قرار فصلك من الجامعة التعسفي هذا جريمة كبيرة بحقك وبحق أي إنسان سوري عنده طموح يعني إنه ينشأ بهذا البلد ويبني حاله. بس كمان صح. بالمقابل عم نشوف حملة تحريض كثير كبيرة ضدك، وبحسب ما تفضلتي يعني باتصالي معك عم بتقولي إنه في تهديدات عم بتطالك وتهديدات بنشر مقاطع ولا كذا على وسائل الإعلام. شو بتحكي عن هذا الموضوع؟ هلا انا اللي بدي احكي عن هالموضوع هذا من خلال هالفويس اللي كنت انا عم احكي فيه مع زميلتي بالجامعه. اخذوا عنه وعملوا 50 فويس و50 فيديو. بيجي انا امبارح بيجيني اتصال من شخص بيدعي انه هو من الامن العام، من الامن العام بسوريا، عم يقول لي افتحي بس شاشه. وانا معي اثباتات لكل هالشيء هذا، بس ولكن ما رح بعرضهم لحتى اشوف هن ايش بدهم يتصرفوا. اجوا عم يقولوا لي عم يسمعوني على مقاطع عم يقول لي يا جماعه بس قارنوا بالصوت، يعني انتم عم انه انتم مفبركيني اصوات لمواقع بالحكومه وما بالحكومه وانا شو افهم فيه اصلا. اجوا ما يتهموني فيه لهالشيء هذا. قال اجوا عم يقولوا لي انه انت على ارتباط مع انه عالم من قلب الساحل. ما قل انا ماني على ارتباط مع حدا، ما بعرف حدا فيهم اصلا. اجوا يقولوا لي لا بتسلمينا عالم، بتسلمينا ارقام، بتسلمينا كذا، وفي اثباتات على كل الحكي اللي بحكيه، في مكالمه متسجله بالكامل، وبنعرض لك مصاري من 10 ل 100 الف دولار كلهم. اجوا عم يقولوا لي ما قلن يا جماعه ما لي علاقه بشيء. لما انا صرت عم قل لهم ما لي عرضوا علاقه عليك باي شيء. عرضوا عليك امم فلوس؟ 10 ل 100 دولار معك إثبات بهذا الشيء؟ اثبات بهالشيء، مكالمه كامله. طيب كملي. اجوا اخر شيء عم يقولوا لي الفيديوهات هي رح ننشر لك اياها على قناه الجزيره والعربيه. طلعت مقلن الفيديوهات متفبركه، يعني انتم عم تتهموا بنت عمرها 19 سنه بهالشيء هذا. قال ايه رح نتهمك انك على تواصل مع اي كوهين، وانه انت عم تبعتي المواقع وانت عم تضريها للدوله وانت اذا بتسلمينا هالعالم اللي ما تواصلي معه. ما قلن انا ماني على تواصل مع حدا وبعرف حدا فيهم، يعني انتم عم انه انتم عم تعجزوني، يعني انه انتم عم تطلبوا شيء انا بعرفه. اذا انتم عايزين توصلوا لهيك عالم انا بدي اوصل، شو لي علاقه انا؟ والتهديد وصلني قال معك 48 ساعة من هلا لبعد بكرة إذا أبي تسلمينا الأرقام والحركات هي والمواقع، الفيديوهات رح تنتشر على قناة الجزيرة والحكي مسجل كلياته. ولسه عم يجيني اتهامات، يعني أنا حتى لو رجعت لجامعتي أنا في عالم عم تهددني بالقتل أو البنت اللي كنت على خلاف معه.
يعني أنا لما ما أحكي معك هي كانت ما تهددني قبل بالحرف الواحد، وأنا في عندي عالم كتير أنا على خلاف معه، بس من وراء الفويس اللي طلع والفويسات المتفبركة هلأ بالذات يعني. فأنا بدي أرجع على الجامعة أوكي، بس حياتي أنا بخطر. يعني أول كلمة بدي أروح فيها حالة فردية. نعم. بس هيك. هلق معظم او اغلب العالم اللي عم يفبركوا ضدك او حتى عم بيحرضوا ضدك بوسائل التواصل الاجتماعي، بحسب مراقبتنا لا نشاطهم، عم نشوف انهم يعني بكثير من تعليقاتهم او حتى بالمنشورات اللي بينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجدوا مجازر الساحل، وحتى بيقولوا انه 7 آذار المجيد وراح يحتفلوا فيه وكذا. وطبعا هذا سلوك همجي بربري لا يمكن انه يصدر عن انسان طبيعي او انسان عاقل متوازن مثل هيك كلام. هن نفسهم اللي بني عم آدم. بيحاربوا ضدك، فهذا يعني شيء بيقوي موقفك اكيد. وانا شخصيا متضامن معك كطالبة، لانه انت بنت يعني باول عمرك، ومن حقك انك تتعلمي، ومن حقك انك تعيشي بسلام وبامان من دون ما انك تتعرضي لهي التهديدات وهي المشاكل اللي عم بتصير معك حاليا. هدول العالم اللي عم بمجدوا هي المجازر وبنفس الوقت عم بحاربوا ضدك، شو فيك تقولي لهم اخر كلمة؟ هلا انا فيني اقول لهم اخر كلمه انه انا كل شخص عم ينشر عني انا معي اثبات له، وهو عم يشتم طائفيا علنا، وهو عم يحكي علنا، وهو في تعليقات له. مثلا الدكتور اللي عندنا بالجامعه هو كان اكثر انسان مؤيد للنظام، تمام؟ الاستاذ نبيل ابو كف، تمام، كان اكثر انسان مؤيد. والان ميرنا كانوا هدول مؤيدين مثل ما بيقولوا مطبلجيه بالحرف الواحد، اجوا عم يتهموني انا بهالحكي هذا. والمؤثرين الاعلاميين من كل الاعلاميين يلي اجوا هجوم هائل عليني انا، كل انسان فيهم انا معي اثبات، وهو عم يشتم طائفيا، وهو عم يأيد لمجازر الساحل. لما انت متأيد على مجازر بني ادم، لما انت متأيد على مجازر نساء واطفال، انت هون مالك لا انسان فيك عقل، لا دين ولا عقل ولا، انت مالك بني ادم. البني ادم ما بيعمل هيك. الانسان اللي عنده انسانيه ما بيحكي وما بيشتم وما بيأيد اي بقتل اي طفل، كان من اي طائفه، كان من اي دين، كان من اي مجتمع. نعم. القتل شيء محرم هذا. نعم. فانا عم وجه لكم اياها لهالرساله، بقول لكم خلونا منعيش بانسانيه، ما أنا ما نقول بدين واحد، بانسانيه، تعامل بالانسانيه بس، لا اكثر ولا بانسانيه بس. طيب غزل، انا بشكرك على اللقاء، وبكرر تضامني معك يعني كطالبة، وبأكد على أنه من الأهمية بمكان أنه القرار التعسفي اللي صدر بحقك من قبل الجامعة يتم إزالته. والأهم من هيك أنه السلطة الحالية في سوريا لازم تضمن أمنك وتضمن استقرارك بتعليمك وبحياتك الاجتماعية. صحيح. الله يبارك فيك، شكرا متشكرك كثير لك. استاذ. لك ذوق. مع السلامة.